السلام عليكم. النهارده ان شاء الله عامله لكم وصفه كلكم بتحبوها، يا رب تعجبكم باذن الله. تعالوا نشوف عملناها ازاي مع بعض. معايا فرخه 2 كيلو وربع، غسلها كويس ومغرزه السكينه فيها طبعا عشان التتبيله تشربها. معايا توم وبصل وقرن فلفل و2 طماطم، وعندي البهارات: توم باودر، بصل باودر، بابريكا، ملح وفلفل. تمام. باخد الخليط ده وبروح حاطاه في الخلاط، اللي هو التوم والبصل والفلفل، بروح ضربهم مع بعض في الخلاط واروح مصفياهم ونازله عليهم بالبهارات، اللي هو الماجي والبابريكا والتوم باودر، بصل باودر، وطبعا حبه ملح، طبعا معلقه ملح، وكل الحاجات دي مع نص معلقه صغيره. بقلبهم طبعا كويس مع بعض، بنزل بحبه زيت، حبه خل صغيرين، وعليهم عصره ليمونه، واقلب كويس التتبيله. بقى طبعا بقلبها كويس. يا ريت الفرخه طبعا التتبيله دي تكون قبلها بيوم يا جماعه، هتفرق جامد في الطعم. هتبيتيها من قبلها بيوم وتحطيها في التلاجة، وطبعا بتمسكي بالسكينه كده وتغرزي فيها وتدخلي فيها كل التتبيله. هنا طبعا تاني يوم لما حطيتها في الشبكه، فتحتها من النص من الظهر من ورا وحطيتها في قلب الشبكه زي ما انتم شايفين. هنا عندي حله على النار فيها حبه زيت، نزلت ب3 بصلات وسط، وطبعا مقطعه معاهم فلفل اخضر، حطها في الكبه. طبعا نزلت طبعا بماده دهنيه هنا، يعني حتتين 3 كده من الدهن كده بتفرق في الطعم، مش هيبانوا خالص على فكره خالص. ونزلت عليهم مكعبين ماجي. طبعا اول بس يتساووا مع بعض شويه، هنزل معلقتين من الصلصه المعلبه. بعد كده هنزل بالطماطم اللي انا مفرصاها في الفريزر. دي يا جماعه طماطم انا مفرزاها في الفريزر، جميله جدا وبتنفع، مش هتاخد معاكم وقت ان شاء الله. هنا بعد ما اتسبكت شويه، ان هنزل بقى بالبهارات بتاعه المحشي، اللي هو حبه القرفه صغير، نص معلقه قرفه، شطه، نص معلقه شطه، معلقه فلفل اسمر، حبه ملح. هنا التسبيكه بعد ما اتسبكت بغسل الرز طبعا كويس، وبنزل بالخضره وبقلب كله مع بعضه كويس. بهارات المحشي اهم حاجه فيها الكزبره الناشفه والكمون، بتحطي معلقه ومعلقه، وزودت هنا كمون تاني. طبعا في شطه حمرا، طبعا ده اختياري لو انت حبيتي. هنا طبعا كنت عامله محشي كوسه وبتنجان وفلفل. هنا الخلطه بعد ما ظبطتها، وده طبعا يا جماعه ده في الاخر يعني. هنا بعد ما خلصت، الف هنا وشفا.